النهاردة هتكتشف إن جسمك مش بس معجزة، ده مصنع متكامل بيشتغل 24/7 من غير ما تحس. عارف إنك شايل جواك 649 عضلة، وإن عظمة واحدة بس في رجلك ممكن تكون أطول من ربع جسمك؟ وعارف إن شعرة واحدة منك تقدر تشيل 80 جرام لوحدها؟ يعني حرفيا شعرك أقوى من واي فاي البيت. استعدوا معانا لرحلة جوه الجسم البشري، هتعرفوا فيها حاجات هتخليكم في حالة من الضحك والانبهار في نفس الوقت. معلومات غريبة وتفاصيل مدهشة وحاجات أول مرة تسمعها، هتخليك تطلع من الفيديو ده وانت بتبص لنفسك في المراية وتقول أنا فعلا تحفة فنية. لكن الأول لازم تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. عارف إنك من غير ما تحس جسمك ده شغال كأنه مصنع عملاق فيه 649 عضلة بتتحرك كل يوم وانت بتضحك وبتاكل أو حتى وانت نايم، وفي 360 مفصل بيخلوك تلف وتتحرك زي النينجا، و350 ألف مليون خلية شغالة طول الوقت. أما الجلد فالموضوع مش بسيط، اقل حتة بتحس فيك هي كعب رجلك، واكتر مكان حساس هو شفايفك، وده اللي بيخلي حاجة معينة كده الاحساس فيها بيبقى بزيادة حبتين. عاوز تعرف مين اضخم عضو فيك؟ الكبد. الكبد هو اكبر غدة في الجسم، وشغال 24 ساعة يصفي وينقي ويظبط الدنيا جواك. طيب مين اقوى عضلة؟ اقوى عضلة في جسمك هي عضلة الفك، اللي ممكن تشيل لحد 120 كيلو جرام. يعني لو حد زعلك خليه يعرف ان عضلات فكك مش سهلة. Ouch! Ouch! Ouch, Charlie! Ow! اما اطول عظمة فهي عظمة الساق، واللي بتمثل 27% من طولك. واقصر واحدة هي عظمة الركاب، وعشان ما تقعدش تدور كتير فدي موجودة في الاذن الداخلية، وعلى قد ما هي صغيرة في الحجم الا ان ليها وظيفة مهمة، وهي نقل الصوت من الاذن الخارجية لجوه. نيجي بقى لاضخم شريان في الجسم، وهو الشريان الاورطي او الشريان الابهر، وهو عامل بالظبط زي الطريق السريع في جسمك، كل الشرايين طالعاله ومتفرعة منه. القلب بقى اللي فيه الشريان الاورطي فده حجمه زي قبضة ايدك بالظبط، ووزنه بيوصل في الانسان البالغ لكيلو تلت. ومعلومة كده على الماشي، اللوز بتكون اكبر عند الاطفال من الكبار، والبنات دايما اسنانهم بتطلع قبل الولاد. اما العين بقى فحدث ولا حرج، شبكية العين فيها 137 مليون خلية حساسة للضوء، 130 مليون للابيض والاسود، و7 مليون للالوان التانية. ولو جينا بقى لشعر الراس فهتلاقي عندك من 100 ل 150 ألف شعرة في راسك، وباقي الجسم فيه حوالي 5 مليون. الشعراية الواحدة تقدر تستحمل وزن 80 جرام، يعني لو جمعت 2000 شعرة وعملتهم على هيئة حبل ممكن الحبل ده يشيل 3 رجالة. وكرات الدم اللي كلنا عارفين انها بتتقسم لكرات دم حمراء وبيضة، فأعداد الكرات الحمراء بيبقى 5 مليون في السنتيمتر المكعب الواحد، وبتقدر تعيش لحد 120 يوم. أما البيضة فعددها من 4500 ل 9000، وبتعيش 15 يوم، وكمان بتبقى أكبر في الحجم من الحمراء ب3 مرات. عقلك لوحده بيستهلك 20% من الأكسجين اللي بيدخل للجسم، وبيحب ياكل كتير فبياخد كمان 20% من سعراتك الحرارية. لكن اوعى تتعبه قوي زيادة عن اللزوم، عشان كل خلايا الجسم بتتجدد إلا خلايا المخ والخلايا العصبية. ومن الطرائف إن نسبة الإصابة بعمى الألوان أعلى بكتير عند الرجالة، وبتوصل ل7.5% مقابل 1% بس عند الستات. وده مش كل حاجة، تعرف إن عظمك أقوى من الجرانيت، لدرجة إن حتة عظم قد علبة الكبريت ممكن تستحمل وزن 9 طن من غير ما تتكسر. وجسمك البالغ فيه 206 عظمة، لكن الطفل عنده لحد 350 عظمة، والسبب في الاختلاف ده إن العظم بيلحم مع بعضه وقت النمو. أما بقى الأمعاء الدقيقة فبتبدأ بالإثنى عشر، وتسمى بالاسم ده لأن طوله تم تقديره بطول 12 صباع متجاور. وبالنسبة للون بشرتك فده راجع لمادة اسمها الميلانين،
كل لما زادت كل ما انت اسمريت، وكل لما قلت كل ما انت ابيضيت. ومعلش خد المعلومة الملزقة دي، في 24 ساعة بس جسمك بيقدر يفرز لتر وربع عرق و2 لتر لعاب. واخيرا فشعر راس الانسان بيطول بمعدل 12 ملي في الشهر، وهنلاقي ان شعر الدقن بيطول اسرع من شعر الراس، فبلاش تهمل الحلاقة يا نجم. وبس كده، دي كانت جولتنا السريعة في أعظم وأغرب جهاز في العالم، جسم الإنسان. في النهاية بنفكركم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، ونرجو أنكم تشيروا الفيديو على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الإستوريادور، نستودعكم الله.